يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. يا صباح الفل والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. يلا بقى كده نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، والصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. نهاركم سعيد ان شاء الله، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحة البال. عايزة بقى دعوة حلوة كده منكم لأم وأبويا موتانا أجمعين يا رب العالمين. صباحكم زي اللبن الحليب، صباحكم رضا من الرحمن. ربنا يجبر بخواطركم ويسعد قلوبكم ويريح بالكم، ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب. تعالوا بقى كده يا حلوين اما اقول لكم انا بعمل ايه. مطلعه من امبارح بالليل طبق بانيه حوالي نص كيلو. مطلعاه طبعا من امبارح بالليل لان احنا في البرد والحاجه بتغيب لحد ايه ما تفك يعني. صحيت بقى الصبح غسلته ونضفته وخليته زي الفل، وبعد كده هنقعه بقى في شويه دقيق وشويه ملح وليمونتين عشان الزفاره. طبعا يا جماعة البانيه ده أنا مش هعمله النهاردة، أنا بعمله اليوم تاني لما بلاقي عندي اليوم مفهوش شغل كتير وفي حاجة زي دي عايزة تتحضر أو عايزة تتعمل، بعملها في اليوم الفاضي. إيه هعمله بقى؟ أغسله وأتبله وأغلفه ليوم تاني. تمام. هسيبه بقى ايه منقوع كده شوية في قلب الدقيق والليمون والملح، وبعد كده ايه تعالوا عشان نعمل الكابتشينو. متابعين كتير كاتبين لي في التعليقات يا ام ميدو احنا عايزين طريقة الكابتشينو. والله يا جماعة أنا عملته كتير وهعمله لكم كمان أهو عشان محدش يزعل. طبعا أنا بجيب يا جماعة نسكافيه بلاك اللي هو الحبيبات، أنا بجيبه فرطة عشان المقاطعة. طبعا بجيب حسب الكمية اللي أنا بحتاجها في الشهر، بجيب بمية 200 ب300، المهم اللي أنا بجيب الكمية اللي بتكفيني طول الشهر. أنا بجيبه يا جماعة من مركز السنبلاوين، المركز بتاعي، لأن في ناس سألتني كتير انت بتجيبيه منين يا ام ميدو؟ من السنبلاوين. انا بجيبه يا جماعه من عندي بني بهاء او من عند السروي او من عند عطارة الازهر. وطبعا انت بتجيبي الكمية اللي انت بتحتاجيها، تجيبي بقى ب20 ب30 ب50 ب100 اللي انت عايزاه. تعالوا بقى نشوف الطريقة. طبعا الحبة دول عملوا لي 3 كوبايات نسكافيه، لكل كوباية نسكافيه بلاك كوباية سكر ونص كوباية مية، يعني 3 كوبايات نسكافيه وبالهم 3 كوبايات سكر وبالهم كوباية ونص من المية. وما تكترش مية عشان الكابتشينو ما يسيلش معاكي. بعد كده قلبت بقى كل ده في بعضه وسبته حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة عشان السكر يدوب شوية، لأن أنا لما كنت بعمله على طول كان السكر كده بيخرز في قلب الكابتشينو، فلما بسيبه شوية كده حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة السكر بيدوب. تمام. جبت بقى ايه المضرب الكهربائي أو عجان. بص بقى عشان تطلعي كمية كويسة لازم مضرب كهربائي أو عجان، ما ينفعش في الخلاط. في ناس عملته في الخلاط ما نفعش، وفي نفس الوقت ما طلعش الكمية الحلوة، وكمان لحوسة بقى وبيضيع وبيهدر بقى ايه في الخلاط. يعني يا حبيبة قلبي ملوش لازمة انك تعمليه في الخلاط عشان ما تخسريش كتير في الكابتشينو. لازم يكون عندك مضرب كهربائي او عجان. المهم تضربي فيه بقى ايه على سرعة هادية الاول، وبعد كده ايه تعلي السرعة واحدة واحدة، واضربي فيه مش اقل من 5 دقايق لحد ما الكابتشينو ينفش معاكي في الطبق ويديكي كمية حلوة، وفي نفس الوقت اللون يفتح معاكي ويكون باللون ده. تمام. وطبعا هو بيبقى بالقوام ده، ولما بتحفظيه في الفريزر هو بيربط شوية، هو مش بيجمد بس بيربط شوية بيشد شوية. حطيت الكابتشينو في العلبة بتاعته، وتعالوا بقى ايه نعمل احلى كوباية كابتشينو من اللي ايه من هيا ام ميدو علقت ايه علقت ليه؟ من اللي بتروق المزاج. طبعا يا جماعة يومي ما بيكملش غير بكوباية الكابتشينو. بصراحة لما بيخلص من عندي يعني بحس ان انا ناقصنا حاجة في يومي. الكوباية دي يا جماعة بتديني طاقة وفي نفس الوقت ايه يعني بتفرفشني كده وبتخلي مزاجي حلو. شايفين بقى الرغوة لحد فين؟ حطي بقى معلقة كده صغيرة مليانة وتوصي، ما تبقيش بخيلة. وبعد كده ايه حطيت نص مية ونص حليب عشان ايه نوفر في الحليب شوية. تعالوا بقى اشربوا معايا احلى كوباية كابتشينو من اللي بتدي طاقة. بألف هنا ليكم يا حبايبي، يا سلام احلى كوباية في الجون. طبعا حطي بقى الكابتشينو العلبة دي في الفريزر وطلعي منه على قد استخدامك، طلعي منه بقى ايه المعلقة الصغيرة المليانة بتعمل كوباية، وبعد كده رجعيه الفريزر تاني. تعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعت البانيه. معايا بقى ايه هنا بيضة، وحطيت كوباية حليب او كوباية مية او نص حليب ونص مية، او معلقتين زبادي مع نص كوباية مية، المتاح عندك حطيه. وبعد كده عصرت ليمونة او حطي معلقة خل، وكمان بقى حطيت التوابل. طبعا حطي بقى التوابل اللي انت بتحبيها، انا عملت معاكم قبل كده تتبيلة البانيه. حطيت رشة ملح بسيطة وما تكترش ملح عشان البانيه يعني بيبان في الملح، ورشة فلفل اسود وبابريكا وكركم عشان البابريكا والكركم بيديله لون حلو.
وكمان جنزبيل وتوم باودر وبصل باودر وكزبرة ناشفة. وطبعا البانيه بتاعي كنت غسلته وشطفته كويس جدا وصفيته من المية وحطيته في التتبيلة، وبعد كده حطيته بقى على الرف في التلاجة في التتبيلة شوية لحد ما اخلص بقية اللي ورايا. تمام. امبارح بقى يا جماعة كنت جايبة بقى شوية خضار، كنت جايبة سبانخ وبتنجان وفلفل وطماطم وخيار وليمون، وكنت راكنة الحاجات دي جوه في المسقط عندي او المنور. فانا قلت ايه، تعالوا بقى ايه عشان نعمل النهارده ان شاء الله احلى حلة سبانخ في الدنيا كلها. انا بس اللي كلت منها، ولادي ما كلوش منها. مع انهم والله ما يعرفوش حاجة، لو يعرفوا فايدة السبانخ دي هياكلوا منها كل يوم. المهم بقى ايه، عبيت كل حاجة مكانها، وتعالوا بقى نعمل السبانخ بقى. ما شاء الله الرابطة ب5 جنيه، جبت ب20 جنيه. السبانخ بقى عشان نعملها لازم تمسكيها تنضفيها واحدة واحدة، لو ورقة صفرة بقى شيليها، لو ورقة دبلانة شيليها، وبعد كده نغسلها كويس جدا تحت المية ونقطعها بقى، عشان ان شاء الله انا هعملها النهارده كفطر بقى كغدا. المهم يعني هي من حلاوتها بتتاكل، انا كلتها، انا اللي كلت الحله كلها. بألف هنا. المهم غسلتها وقطعتها، وبعد كده ايه قطعتها قطع صغيرة اكنك بتقطع خضرة او شبت او كزبرة زي ما انت شايفة كده. لان طبعا في بنات بتبقى لسه مقبلة على الزواج مش عارفة تعمل السبانخ او تقطعها، فانا بجيب لك الطريقة من الاول. وطبعا السبانخ بتحط عليها كزبرة، في ناس بتحط شبت، عادي براحتك، لكن انا بحط كزبرة. حطيت كده حزمة كبيرة من الكزبرة الخضراء. ما شاء الله ما شاء الله بألف هنا. اهو بجيب لك كل حاجة بالتفصيل عشان البنوتات الحلوين او الستات اللي لسه برضو ايه، يعني ما عندهمش فكرة. تمام. يعني احنا كده حلوين بنتعلم من بعض. ربنا يديكوا الصحة ويديني الصحة ونفيد بعض كمان وكمان. المهم قطعت السبانخ وقطعت عليها الكزبرة، وكمان فرمت بقى شفشق طماطم وهصفيه. وتعالوا بقى ايه نعمل الصلصة بتاعت السبانخ. قطعت بقى ايه بصلتين كده حلوين تقطيع صغير، وحطيت معلقتين سمنة وكمان شوية زيت، ونحمص بقى البصلة دي، يعني عايزاها سفيري كده، يعني لونها أصفر أهو. بعد كده إيه نحط بقى السبانخ بعد ما البصلة ادتني اللون الأصفر، يعني ما تغمقهاش عن كده. هتلاقي بقى إيه السبانخ كده هايشة في الحلة، لكن بقى لما تتشوح كده هتخس، هتنزل المية بتاعتها وهتخس. ما شاء الله الصلاة على النبي الصلاة على النبي، حاجة عسل. وطبعا النار ما تكونش عالية قوي، يعني تكون متوسطة. شوحنا بقى السبانخ مع البصلة الحلوة بتاعتنا اللي شوحناها، وفضلت اقلب في السبانخ مع البصل، وبعد كده غطيت الحلة شوية. وبعد كده ايه رحت بصيت عليها لقيتها ما شاء الله اتشوحت، ونزلت بقى المية بتاعتها وخست زي ما انت شايفة كده. بعد كده حطيت بقى الطماطم بتاعتنا الحلوة المفرومة، هي بتحب الطماطم الكتير. حطيت بقى مكعبين مرق عشان انا ما عنديش شوربة، لو عندك شوربة ما تحطيش مكعب مرق، انا حطيت 2. وحطيت رشة ملح وكمان رشة فلفل اسود. وهسيب بقى السبانخ مع الطماطم عشان تتسبك. نهدي بقى النار شوية تكون متوسطة، ونغطي الحلة بتاعتنا الحلوة دي لحد ايه ما الاتنين يشربوا من بعض. تعالوا بقى نحمر كده شوية لسان عصفور عشان نحطهم فيها. حطيت هنا حوالي معلقتين زيت أو 3، وحطيت حوالي كده إيه كبشة كده كبيرة من اللسان عصفور، ونحمره. طبعا في ناس يا جماعة بتحط شعرية في السبانخ، وفي ناس بتحط رز، وفي ناس بتحط حمص، وفي ناس بتحط فريك، وفي ناس بتحط لحمة مفرومة، وفي ناس ما بتحطش حاجة خالص. بس أنا بصراحة حبيت اللسان عصفور فيها. وكمان يعني حمصيه اديله تحميصة عشان يدي طعم حلو في السبانخ. في ناس بتحطه كده يعني أبيض، وفي ناس بتحط الرز أبيض والشعرية بيضة. بصراحة يعني أنا ما بحبش يعني أحطها بيضة، يعني أنا بحب الحاجة متحمصة عشان تدي طعم وريحة كمان. المهم حسيت إن الزيت هنا كتير، فأنا صفيته عشان أحمص هنا مطرح الزيت الطشة بتاعتنا اللي أنا أحطها في الآخر للسبانخ. إن شاء الله عايزة أجربها المرة الجاية بالفريك، لأن أنا بحب الفريك جدا. تعالوا بقى إيه نبص على السبانخ بتاعتنا، ما شاء الله اتسبكت اهي مع الطماطم واستوت وبقت تمام. نحط لها بقى ايه، طبعا انا حاطه لها مرق الدجاجه عشان ما عنديش شوربه، احط لها حوالي كوبايتين ميه. لو انت طبعا عندك شوربه حطي كوبايتين شوربه. تمام. هو قوامها لا بيبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني مظبوط كده. نحط بقى اللسان عصفور عشان يستوي مع السبانخ. اهو نهدي بقى النار، وبعد كده ايه نغطيها ونسيب اللسان عصفور يستوي مع السبانخ. هيستوي على طول مش هياخد حاجة. وبعد بقى اللسان عصفور ما يستوي هتلاقيه نفش معاكي في الحلة، وما شاء الله الكمية بقت كتيرة. نغطي بقى الحلة كده ونهدي النار شوية.
هي كده أنا باحب يعني إيه، أسوّي الأكل على نار تكون يعني إيه، متوسطة أو هادية شوية، عشان النار الهادية أو النار المتوسطة بتسوّي الأكل، وفي نفس الوقت الأكل كده إيه، يعني بيبقى طِعِم كده وبيستوي يعني براحته. المهم يا حلوين طبعًا لحد بقى إيه، ما اللسان عصفور يستوي في قلب السبانخ، تعالوا بقى إيه، كان عندي بقى شوية هدوم كده على الحبل، حسيت إن الجو مش مضبوط، قُلت لأ يا أم ميدو على إيه، لمّي الغسيل على طول لا الدنيا تدّيها شتوية عشان إيه، الهدوم ما تتبهدلش. إمتى بقى الدنيا تشتا يا جماعة؟ نِفْسي الدنيا تشتا عندنا، ما شتيتش ولا مرّة عندنا. الله المستعان. تعالوا بقى إيه، نعمل الطشة بتاعة السبانخ. طبعًا السبانخ استوت وبقت تمام، حطيت بقى هنا في الطاسة معلقة سمنة ومعلقتين زيت، وحطيت معلقة صغيرة من التوم المفروم وشوّحته كده شوية، وفي الآخر حطيت معلقة صغيرة كزبرة ناشفة وشوّحتهم مع بعض، وبعد كده تِش على طول. نزلت بقى بالطشة الحلوة دي في قلب السبانخ، وقلّبت بقى السبانخ مع الطشة، وغلوة و2 واطفي عليها. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي على ريحتها والّا طعمها. والله يعني أنا مش عايزة أقول ولادي دول ما بيعرفوش حاجة، يعني أنا اللي كلتها بالمعلقة كده. تقدري بقى يعني لو أنتِ مسوية لحمة تحطي فيها حتتين لحمة، عايزة تعملي جنبها رز، عايزة تاكليها بعيش، عايزة تاكليها بالمعلقة، أنا كلتها بالمعلقة الصراحة، وأنا اللي قُمت بالحلة الصلاة على النبي يعني. قعدت يومين آكل فيها، اتدبّست فيها لوحدي. بس الحمد لله، والله ده غِذا وشفا وكُلّها حديد وعسل. المهم ولادي بقى عشان إيه، ما كلوش منها، طَب هُم هياكلوا إيه، طَب أعمل لهم إيه، قُلت أعمل لهم مكرونة وأحمّر لهم حتّتين بانيه لمريم ومحمد ابني، تمام. هنا حطّيت بقى شوية بقسماط على شوية دقيق، وحطّيت معلقة كركم على معلقة بابريكا عشان البانيه يكون لونه حلو، تمام. عملت كده خليط من الدقيق والبقسماط عشان البانيه بتاعنا يكون كده طري وجميل، وكمان الدقيق بيخلّي البانيه في التحمير لونه حلو. بصراحة أنا باحب الدقيق يعني في البانيه. المهم عملت خليط بين البقسماط والدقيق، أخدت بقى قطع كده من التتبيلة وحطيتها بقى في البقسماط والدقيق، وضغطت كده إيه ضغطة بسيطة كده على قطعة البانيه، عشان أثبّت الغلاف على البانيه. ما شاء الله، طبعًا البانيه بقى إيه، خَد وقته في قلب التلاجة في التتبيلة. لو أنتِ مستعجلة تقدري تخلّيه ربع ساعة أو نُص ساعة في التتبيلة عادي، يعني برضه هيبقى زي العسل. كده خلاص أغلّف بقى كل البانيه، وبعد كده هاخد حتتين عشان أحمّرهم لهم، وأحط الباقي بقى إيه في أطباق فِل، وأحط أطباق الفِل في كيس تلاجة وعلى الفريزر على طول، وقت بقى ما أحتاج أحمّر منه أحمّر على طول. المهم هنا بقى إيه، كنت باجهّز الصلصة بتاعة المكرونة، حطيت شوية زيت في الحلة، وحطيت طماطم مفرومة، وكمان شوية ملح وفلفل أسود ومكعب مرق، وهاسيب الصلصة عشان تتسبّك براحتها. وهنا بقى كنت خلاص كنت باحمّر بقى البانيه لهم. والله يعني أنا مش عارفة الواحد يعني يطبخ طبخين في اليوم يا ولاد، يا غُلبِك يا ناعسة، يا غُلبِك يا ناعسة. يا ريت كنت عملت بانيه ومكرونة من الأول وخلاص، بس مش مشكلة، يعني السبانخ برضه حلوة. أنا ما كانش ليّا نِفْس للبانيه وأكلت سبانخ، السبانخ والله العظيم كانت تحفة، تحفة، تحفة كده، بس أعمل إيه في ولادي والله ما يعرفوا حاجة. المهم حمّرت لهم بقى قطعتين بانيه، ما شاء الله القطعة بسم الله ما شاء الله قد كَف إيدي الصلاة على النبي. وهنا بقى سلقت مكرونة وحطيتها في الصلصة وقلّبتها. طبعًا أنا باحب المكرونة يعني أحطها في الصلصة وأقلّبها وما أردّدهاش تاني، ما باحبش أشغّل عليها النار عشان ما تنشفش، باحبها حنطة كده والصلصة كده إيه طرية فيها. نحط لهم بقى كده إيه الأكل بتاعهم وياكلوا بألف هنا، ألف هنا يا رب على قلوبهم وعلى قلوبكم. الحمد لله. ومخلِّل بقى وخضار، يعني كنت عايزة أعمل لهم طبق سلطة بس كسّلت، الجو سقعة. الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. شايفين البانيه؟ الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، لونه جميل وفي نفس الوقت مستوي وعسل. ما حبيتش أطوّل بقى عليكم الفيديو يا حبايبي، أتمنى من كل قلبي إن فيديو النهارده يكون خفيف عليكِ واستفدتِ منه وطلعتِ منه حتى ولو بفكرة بسيطة جدًا. أتمنى كمان لو أول مرة تشوفوني أنا أم ميدو دي قناتي، أتمنى تعملي لي اشتراك وكمان لايك وكمان شير. مع ألف سلامة حبايبي، باحبكم كتير، باحبكم جدًا في الله، هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. مع ألف مليون سلامة، مع السلامة حبايبي.